كما نعلم جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا وكان له هنة إلا أبو بكر. أول ما دعاه النبي أسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، كان ابن عبد الرحمن مشرك في غزوة بدر. كان عبد الرحمن مشرك وكان بيقاتل المسلمين في غزوة بدر. بعد ما أسلم عبد الرحمن بن عوف، بعد ما أسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وجاء إلى المدينة قبيل فتح مكة، قبل فتح مكة، ولقي أبو بكر، فقال لأبيه: رأيتك يوم بدر وأنت تقاتل وكنت أتحاشاك، ببعد عنك علشان ما نصطدمش. فقال أبو بكر: والله كنت أبحث عنك، أريد أن أقتلك، ولو رأيتك لقتلتك، ما كنت أراك إلا تنفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. خلوا بالكم يا جماعة، ده أبو بكر بيدور على ابنه علشان يقتله. ليه؟ علشان خايف إن عبد الرحمن ينفذ إلى رسول الله. ليه؟ كان عبد الرحمن بن أبي بكر من أمهر ومن أشهر الرماة في قريش، رماة الحرب ورماة الرمح، كان من أشهر الرماة. سيدنا أبو بكر يعلم إن ابنه من أشهر الرماة ومن أمهر الرماة، عاوز يقتله، بيدور عليه في ميدان المعركة علشان يقتله. ليه عاوز يقتله؟ مخافة إن عبد الرحمن يقدر برمية يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا محبة هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما يروي ابن عساكر في تاريخه، يقول أبو بكر: مرت علي 3 ليال لم أذق فيها طعما، ما دقش فيها أكل، فخرجت من بيتي فإذا بأبي بكر، إذا برسول الله أمامي. خرج من بيته لقى النبي صلى الله عليه وسلم في وشه. ما أخرجك يا رسول الله في هذه الساعة؟ فقال النبي متبسما: أخرجني الذي أخرجك يا أبا بكر، قم بنا نرى أحدا من أصحابنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو كمان خرج من الجوع، فبينما هم ماشيين النبي وأبو بكر قابلهم غلام لسعد بن عبادة يحمل إناء من اللبن، شايل إناء لبن، طبق كوباية لبن، فإذا به يرى أبو بكر ويرى النبي، فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، هذا اللبن، هذا الإناء هدية لك من سيدي سعد بن عبادة. أتمنى وأرجو لو كل واحد فينا يحط نفسه مكان أبو بكر. كان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله يقول لنا: لما ترى موقف بين النبي وبين صحابي، حط نفسك مكان الصحابي وشوف نفسك هتتصرف ازاي. سيدنا أبو بكر جعان بقاله 3 أيام ما كلش. سيدنا سعد بن عبادة بعت له كوباية لبن هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم برضه جعان. لو انت مكان أبو بكر وجاي لك الهدية دي هتعمل ايه؟ احدى احتمالات: اولا اما ان انت هتشرب وتدي للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب بعديك وهتخلي له شوية، ده الناس العاديين. لا، ده انت بتحب النبي قوي قوي، هتعمل ايه؟ هتدي الكوباية للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب اولا. جميل، كلنا هنعمل كده. لكن وانت بتدي الكوباية للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيرفع الكوباية على بقه، عينك هتبقى فين وقلبك فين وعقلك فين؟ بتتمنى ان النبي يخلي لك شوية. الله الله الله، ده النبي بيشرب، ده هيشربه كله، ده هيخلصه، ده مش هيخلي لي حاجة. يا خبر ابيض، ده النبي شرب الكوباية كلها. مش كده؟ ده هيبقى وضعنا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اعطى الكوباية القدح لرسول الله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اشرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح
وشرب النبي صلى الله عليه وسلم القدح بأكمله ولم يبقي لأبي بكر شيئا. فلما أنزل النبي القدح من على فيه قال: ويا أبا بكر ما أبقيت لك شيء، يا خبر ما خلت حاجة يا أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله إني أجد طعمه على طرف لساني وقد ارتويت. الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا أبا بكر ما أبقيت لك شيئا حتى يسقيك الله من لبن الجنة. الله أكبر. علاقة عاملة ايه؟ ده هم الاثنين قلب واحد. في رواية يقول أبو بكر: فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب النبي حتى ارتويت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ده ايه العلاقة دي؟ شكلها ايه؟ مش ممكن. فشرب النبي حتى ارتويت، والنبي يقول له: انا ما خليتلكش علشان ربنا عز وجل يسقيك من لبن الجنة. ابو بكر يقول له: وقد سقاني واني اجد طعم اللبن على طرف لساني. هو ده ابو بكر خليفة رسول الله. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما جاء وفد عبد قيس الى المدينة المنورة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الأشج بن عبد قيس سيد عبد قيس، كانت قبيلة من القبائل الكبيرة. وأشج عبد قيس يقول فيه النبي: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. القوم وفد عبد قيس لما جم المدينة بسرعة راحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعوا النبي. الأشج هو سيد القوم، تركوا ليه كل حاجة. والأشج وقف لم الشنط والبؤج والأحمال بتاعت القوم بتوعه ودخل على رسول الله، والدنيا زحمة، ويجلس أبو بكر عن يمين النبي ويجلس عمر عن يسار النبي. فلما نظر الأشج دخل مش لاقي له مكان، فنادى عليه النبي: ها هنا يا الأشج، تعال جنبي هنا يا الأشج. ده جنب النبي أبو بكر وجنب النبي عمر. طب الأشج هيقعد فين؟ أبو بكر هيسيب مكانه ولا هيوسع؟ وعمر هيسيب مكانه ولا هيوسع؟ كل واحد فينا يحط مكانه نفسه مكان أبو بكر وانت قاعد جنب النبي. أنا شخصيا والله لا يمكن، مستحيل ان انا اسيب مكاني جنب النبي لمين ولا مليون أشج بن عبد قيس. ده انا لازق في النبي صلى الله عليه وسلم. لو هوسع للأشج يبقى هلزق في النبي اكتر، واقعد الأشج جنبي كده وابقى انا بيني وبينه الأشج. سيدنا ابو بكر عشان احنا مش ابو بكر، سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ فافسح ابو بكر للأشج الى جوار النبي. يا ابا بكر، ابو بكر بتبيع مكانك جنب النبي وتتنازل عنه للأشج؟ عمر رضي الله عنه وارضاه واخد باله من الموقف وما يعدهاش. لما انتهى المجلس ذهب عمر الى ابي بكر قال: يا ابا بكر، لما اثرت الأشج بمكانك الى جوار رسول الله؟ ليه اثرت الأشج يقعد مكانك جنب النبي؟ كان ممكن توسع له بان انت تلزق في النبي شوية، ليه عملت كده؟ فقال أبو بكر الصديق: انظروا إلى القلوب، قلب أبو بكر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا عمر، رأيت أن رسول الله يحب أن يجلس الأشج إلى جواره، فآثرت ما يحب النبي على ما أحب أنا. الله أكبر الله أكبر. ابو بكر بيقول لعمر ايه؟ انا حابب ان انا اقعد جنب النبي، لكن انا حسيت ان النبي حابب ان الأشج يقعد جنبه، فخليت اعمل اللي النبي بيحبه ومش مهم اعمل اللي انا بحبه. شفتوا الفرق بين ابو بكر وبين عمر؟ فقال عمر: والله ما يفعلها الا ابا بكر، والله